يعني بيجيب كده كتب وملخص ملخصات ملخصات وملخص الملخص عشان يحفظها. اه فانا عملتها بنفس الاسلوب، يعني انا كنت بعمل ملخصات وانا صغير، فانا عملت كانها ملخص اه احداث. اه طيب انت تطرقت لنقطه مهمه، ان انت قلت ان الناس دلوقتي كتير ما بتقراش. انت شايف ايه علاج الحكايه دي؟ احنا واحنا قربنا على اليوم العالمي للكتاب، بتشوف انه هل ده التطور الطبيعي، يعني عشان في وسائط تانية ظهرت زي التلفزيون والراديو والسينما وكده، ولا ليها حلول اخرى اللي احنا نقرب هو الناس العالم كله للكتاب؟ بيقرا، مش احنا بس، يعني العالم كله. يعني انت عندك بيقول لك في فرنسا مثلا، واحد كان لسه جاي من فرنسا صديقي بيقول لي نزلت المترو مفيش حد ماسك موبايل، الناس كلها كل واحد ماسك كتاب. بيقول لك لدرجه انا افتكرت ان هم فقراء. لا. بيقول لك هو التليفون في الاخر، يعني لما بيجي له تليفون هي المكالمه دقيقه بس، الو جاي سلام عليكم. هو مفيش رغي وازيكم مفيش. وعاملين ايه وكده. فاحنا مشكله ان احنا ما عندناش فكره القرايه. يعني في بلاد بره دلوقتي في حاجه، يعني قراءه سريعه وابحاث في القراءه السريعه، وازاي تقرا اكبر عدد كتب، واللي انت ازاي تقرا كتاب مثلا 300 صفحه في 5 دقائق، وحاجات ابحاث عجيبه، واحنا أيوة. لسه بنفكر نقرا وما نقراش. بس متهيألي احنا في الفترة الأخيرة برضو بقى في يعني مشروع قراءة للجميع ده برضو، الولاد الصغيرين والنشء اللي طالع يعني ابتدوا يتجهوا للقراءة أكتر يعني. وانا شايف ان بقى في جيل جديد كمان بقى بيكتب، في مدونين، كتب مدونين بتنزل بتعمل مبيعات، في كتب شباب كتير. كان بقالنا فتره كبيره ما فيش شباب كانت بتنزل كتب زي دلوقتي تقريبا ابتدى الحاله تنفرج شويه، ابتدى في تكتب كتير، عقبال بقى في ناس تقرا كتير الشباب اللي بيكتبوا. ايوه ان شاء الله يا رب، بجد احنا بنتمنى يعني انا ده. حاسس ان اللي حصل في الكتابه وكده زي ثوره السينما بتاعت هنيدي وكده الفتره الاخيره دي. ايه ازاي بقى، ازاي يعني اللي هو تربطها ببعضها؟ يعني اللي هو طلع كتاب نجح، طلع بعد كده كتاب نجحت، قاعده بقى السينما، يعني الكتاب بس بيولد. هي مش بتشوف يا محمد اللي هي النوعية اللي بتنجح هي نوعية برضو يعني استهلاكية أكتر، يعني كتب استهلاكية، يعني زي ما اتقال على الافلام دي اللي نجحت برضو، وهي افلام كوميدي، افلام خفيفه ظريف، حاجات من دي، ولكن ونفس نوعيه الكتب برضو اللي بتحقق مبيعات كبيره. انا مش بقصد طبعا، اكيد مش كتابك يعني، بقصد الغالبيه العظمى بتبقى كتب خفيفه. تمام، بس يعني في الاخر برضو كتب استهلاكيه يعني. جيل هنيدي مثلا، وجيل ابتدى يطلع نجوم، وطلع احمد السقا، طلع افلام تقيله جدا، طلع مع الوقت السوق بيصلح نفسه وما بيستمرش غير الافضل، يعني الاقوى هو اللي هيستمر في الاخر. مظبوط. مين اكتر الادباء اللي اثروا فيك يا محمد؟ نجيب محفوظ طبعا، من اكبر احسن الكتاب وافضل الكتاب، وهو على فكره يعني هو ليه اعمال، يعني كان ليه عمل عظيم جدا، حديث الصباح والمساء. دي روايه اصغر من حجم روايتي، لان في ناس دايما بتقول لي انت روايتك صغيره على الاحداث، روايه اصغر من حجم روايتي تقريبا في حدود 150 او حاجه زي كده، وبتدور من اول الحمله الفرنسيه لحد ايام السادات. اللي اتعملت مسلسل. المسلسل خد جزء منها بس، خد بدايتها. هي اطول من كده، يعني هي بتطول وشخصياتها متشعبه بشكل كبير جدا، اكتر من 150 شخصيه. شخصيات كتير وعائلات جدا في كتير الروايه، جدا. مظبوط. فيعني دوت اهو حجم ده، في حاجه اسمها تكثيف، يعني الروايه دي من افضل الروايات. له روايه ثانيه برضه في اسمها المرايه، نفس الفكره، شخصيات كتير، فكره ان انت تكثف احداث كتيره جدا، يعني من الحمله الفرنسيه لحد ايام السادات، فتره كبيره، ازاي يعني انت تكثفها استوحيت فكره روايتك من روايه نجيب محفوظ حديث الصباح والمساء؟ لا، هي يعني انا بتكلم على فكره اللي هو الحجم الصغير، يعني انت ازاي تعمل فتره زمنيه كبيره في حجم صغير. هو شجعك ان انت تعمل ده؟ انا قريت له حاجات كتير، قريت له تقريبا كل اعماله، يعني هو على فكره مش صعب زي ما الناس فاكره او الناس متصوره ان نجيب محفوظ عشان خد نوبل فهو كاتب بيكتب صعب. ازاي ده؟ هو اسلوبه سهل جدا، دي من الشارع المصري، واسلوب كتابته سهل جدا، من قربه للمصريين ومن حياتهم يعني. وعشقه للمصريين والواقع المصري، مظبوط طبعا. الكاتب الاستاذ محمد التهامي الروائي وكاتب روايه هيرابيلس، روايتنا النهارده في عرض كتاب. بشكرك ونهارك سعيد. نهارك اسعد. فاصل وراجعين.